بنتكلم عن صواريخ المقاومة، وبنتكلم عن صاروخ واحد بس، واحد يا نتنياهو. فانتبه من الثاني والثالث. المقاومة امتلكت صاروخ مطلي هذا الصاروخ بمادة ما يكتشف مقدمته ولا وسطه باللادار، سوى مؤخرته يكتشفه اللادار، وتكتشفه لادارات القبة الحديدية من مؤخرته اللهب. فعندما يطلع صاروخ القبة الحديدية ما يطلع اعتراضه والاصطدام معه، يطلع القبة الحديدية على مؤخرته على اللهب، لأنه رصد مؤخرة الصاروخ اللهب. فيتحول مسار الصاروخ القبة الحديدية بعد اتجاه الصاروخ المقاومة، يتبع صاروخ المقاومة، يكون صاروخ المقاومة أسرع من صاروخ القبة الحديدية، فتتحول الصاروخين إلى هجوم. بدل ما يكون معترضان القبة الحديدية، يتحول القبة الحديدية إلى هجوم مع الصاروخ نفسه. يكون الصاروخ هذا قد تعدى، والادارات القبة الحديدية قد رصدت مؤخرة الصاروخ اللهب، فينطلق الصاروخ قبة الحديدية ويتحول إلى صاروخ هجوم. صاروخ واحد، لكن صاروخ واحد ما هو أي كلام. فمن المحتمل أطلق صاروخ واحد من هذه النوعية جنن القبة الحديدية ومواطنين إسرائيل ونتنياهو، وهو صاروخ لكن واحد ما هو واحد أي كلام. الصاروخ قلنا تمتلكه المقاومة مطلي بمادة ما تكتشفها القبة الحديدية، وإنما تكتشف اللهب مؤخرة الصاروخ. فينطلق صاروخ القبة الحديدية لاعتراضه، ينطلق إلى مؤخرة الصاروخ، ويكون الصاروخ قد تعدى، فيتحول القبة الحديدية إلى هجوم مع الصاروخ نفسه، وأصبحت بدل الهيانة هيانتين لنتنياهو.